هل ليل بتموت؟ أغنى طفلة مشهورة في العالم حذفت كل منشوراتها على اليوتيوب فجأة، والآن وبعد مرور سنة كاملة رجعت بتحديث صادم أغلب متابعينها بيعتبروه إنه مزيف، ولكن أحدث صورها تكشف حقيقة محزنة. للناس اللي ما بتعرف مين هي ليل راح أقول لكم إن هي طفلة انشهرت قبل 5 أو 6 سنوات على الإنترنت. فيديوهاتها كانت جدا مستفزة لأنها كانت تهايط أو تتفشخر بالكثير من الفلوس والممتلكات. Everything here be designer, Gucci, Louis, Versace, and I got the iPhone X. What y'all broke ass have? I just bought a Lamborghini. Y'all can't afford this okay? ولأنها كانت مستفزة كتير وكانت تسب وتغلط على الناس العاديين، في يوتيوبر مشهور في وقتها اسمه رايس جام عمل فيديو ردة فعله على فيديوهات ليل، وهذا الفيديو هو اللي أعطاها دفعة كبيرة لمشاهداتها وهو اللي خلى شهرتها تزيد أكثر. Alright, I'm currently slowing it down right now, and boom, right there, you guys can clearly see the watch. Let's put that image into Google. Okay, the watch is $50. So I don't know what she's talking about $100,000 on her wrist. You have $50 watch. So stop calling people broke. ومن بعدها استمرت في هذا المحتوى لفترة طويلة جدا، ولكن نتفاجأ بعدها انه كل الثروة والفلوس اللي كانت تهايط فيها هي فلوس مزيفة او هي ممتلكات مو من ممتلكاتها. حتى الاماكن اللي كانت تصور فيها كانت تابعة لشركة عقارات تشتغل فيها والدتها، وكل السيارات والبيوت اللي شفناها ايضا هم تابعين لصاحب الشركة نفسها. ليل كانت تصور هالفيديوهات بدون علم صاحب الشركة، ولما انتشرت الفيديوهات هاي كلها صاحب الشركة شافها وقرر انه يطرد والدتها من الشغل لانها اساءت استخدام موارد الشركة. وحتى الكلام نفسه اللي كانت تحكيه ليل بالفيديوهات كان اخوها الاكبر منها هو اللي علمها اياه، وانتشر لها هذا الفيديو اللي فضحها وفضح اخوها. Oh wait, go back and say like you making a video on me? Like I'm way more relevant than you. بعد كل هالفضائح الناس بطلت توثق بليل ابدا ولا باي شيء بتحكي، لانه كل شيء عملته في السابق تبين انه كذب وفبركه، فمشاهداتها نزلت، التعليقات السلبيه كثرت، وليل اختفى. هذا الكلام كان حوالي سنه 2019. ليل بقيت مختفيه من هذه السنه الى سنه 2023. في سنه 2023 بينزل منشور غريب جدا على حسابها على الانستغرام بيقول انه ليل واخوها الكبير ماتوا، وحتى بخبر وفاتها هاد كان في كثير ناس عم يكذبوا وقالوا انه هي حركه من حركات ليل واخوها لحتى يزيدوا المشاهدات والتفاعل فقط لا غير. وبالفعل كلامهم طلع صحيح، وليل ما ماتت. وبحسب كلامها هي شخصيا لما رجعت قالت انه والدها هو اللي نشر هاي الاشاعه، والسبب كان حتى يستغلها ويستغل شهرتها لحتى يحصل اكبر قدر ممكن من الارباح. وكمان هذا الكلام ما كان مقنع لكثير من المتابعين، لانه مثل ما قلت لكم خلص ليل خسرت ثقه الناس، اي شيء بتقوله راح يكذبوه لانه كل الاشياء اللي عملتها سابقا تبين انها كذب، فليش هذا الشيء حتى يكون صدق تحديدا يعني. وبعد هالحادثه رجعت اختفت مره ثانيه، اختفت لمده سنه، والان رجعت، ولكن رجعت في حاله سيئه جدا. مدير اعمالها او الشخص المسؤول عن حسابها بتويتر نشر تغريده وقال فيها لدينا اخبار سيئه جدا عن ليل، وكما هو متوقع التغريده هاي لقت كثير كلام سلبي، والناس قالوا اجين مره ثانيه رجعتوا تستخدموا نفس الاسلوب، اكيد ما راح نصدقكم. فكرد على هذه التعليقات السلبيه الشخص اللي مستلم الحساب نشر تغريده ثانيه وقال فيها انه هالمره الموضوع جدا جدي، وليل حاليا في المستشفى وهي في العنايه المشدده لانه تبين انه معها سرطان في القلب، عافانا وعافاكم الله. هذا الكلام خطير جدا ومؤسف، خصوصا انه عم يصير مع طفله صغيره بالعمر. الناس بدأوا يصدقوا هذا الكلام، خصوصا لما الشخص المسؤول عن الحساب نشر صور من داخل المستشفى ونشر صور فحوصات قلب ليل، وبعد ما انتشرت صورها بالمستشفى نزلت تغريده ثانيه بتقول انه ليل حاليا داخله الى عمليه لحتى يتم استئصال السرطان من قلبها. تاكيدا على هذا الكلام نشروا فيديو ليل من داخل المستشفى بعد العمليه. طبعا من بعد هذا الفيديو ما رجعوا حكوا اي شيء عن صحة ليل، بس غالبا صحتها جيدة، لانه في نفس الوقت اللي كانوا عم يحكوا فيه عن صحة ليل كانوا عم يروجوا لاغنيتها الجديدة. نعم، في نفس الوقت اللي كانت ليل عم تعاني فيه من السرطان في اغنية جديدة كانت عم تنزل لها على اليوتيوب ومدير اعمالها كان عم يسوق لها. بالفعل الغنية هاي نزلت وهي حاليا لايف على اليوتيوب، فلو كانت هاي القصة انعملت كلها بس كحركة تسويقية للاغنية انا فقدت ثقتي في ولو كانت ليل فعلا مريضة فنتمنى لها الشفاء العاجل، وأتمنى أيضا منكم تشتركوا في حساب هي للمزيد من الفيديوهات.